لما انا احط لك الالفاظ دي وتسمعها، كيف سمح مقدم البرامج المدعو احمد شوبير بظهور مثل هذه الالفاظ على الشاشة والجماهير سمعتها، وبالتالي يشطب ويحرم طول العمر من الظهور. وهيكون معاهم حق على فكرة، لان دي الفاظ ما تطلعش، لكن في الاستاد تطلع، في الملعب تطلع وتتقال وتتنغم ويترقص عليها. دي لائحتك. لكن تعالى شوف بقى البند الاخراني. طب عايز اقول لك حاجه، ما هو النهارده لو لعيب، خلي بالك بقى، امام عاشور خرج عن النص وراح رايح للجمهور وراح رادد، ده في ليله قابلوه كلموه شطبوه. ليه؟ لانه خرج عن النص. لكن لما الالاف المؤلفه تخرج عن النص بالشكل ده بنحبوه. والله العظيم 3 ده اللي بيحصل بالظبط. خلي بال حضراتكم، الناس المسؤوله دي قبل ما تتولى المسؤوليه، لما كنت بتكلم معاهم كده في لوائح وخصص كنت ببقى مبهور. لكن بينيمونا نننا في الفانلة. وبعدين انت اتجننت يا شوبير؟ انت عايز لائحه تطبق على الزمالك؟ مفيش يا باشا لائحه مكتوبه كده. سباب جماعه من الجمهور كله، ايقاف الجمهور ما عدا جمهور الزمالك. ليه؟ شتيمتهم تاج على رؤوسنا يا جماعه. سباب الزمالك ده بالنسبه لنا ما شاء الله نستخدمه صماد عضوي، صماد عضوي وطلع الفاكهه. كنا زي الفاكهه بس الزمن هلكها. سيعاقب الجمهور الذي حضر في استاد القاهره من جمهور الاهلي في الدرجة الثالثة، اللي هو تقريبا 13,000 مشجع، بعدم حضور اللقاء المقبل. العدد ده نفسه مش هيبقى متاح ليه أن يحضر المواجهة المقبلة للأهلي، اللي هي أي مواجهة، مش بس اللي على أرضه، أي مواجهة اللي هي حرس الحدود. ماشي؟ ليه؟ بسبب السباب الجماعي. أدي أول حاجة. على الجانب الآخر سيعاقب الزمالك سيعاقب بالحرمان من الجمهور لمباراتين القادمتين، زد وإمبي. ليه؟ بسبب تكرار السباب الجماعي. عوقب الزمالك مرة عدد من الجمهور، عوقب الزمالك مرة تانية عدد من الجمهور، عوقب عدد من جمهور الزمالك مرة ثالثة استثنائية فتحت، أو مدة الفترة بتاعت السماح بدل ما تبقوا 2 والثالثة حرمان النادي من الجمهور بقت 3 والرابعة. ادي الرابعة بقى، الزمالك سيحرم من جمهوره في مواجهات او مواجهتي الجولة 16 و17. كده ماتشين الزمالك اللي جايين مع زد وانبي وما لهمش اي لازمه، احرمهم من الجمهور. مش فارقه طالما عدوا بيراميدز والاهلي بالسلام، مش فارقه بقى يتغلبوا من جد يتغلبوا من انبي واي حاجه في اي حاجه. لائحه النهارده في الفسكونيا، لائحه دي تبقى خالتي.